اوكي يا شباب، وكالعادة عندنا طبعا كوتشينة. خلونا نلخبطها علشان نتأكد ان مفيش فيها اي ترتيب. وبالشكل ده احنا لخبطناها، نلخبطها مرة كمان. كل اللي احنا محتاجينه في الكوتشينة دي هي 12 ورقة بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بقية الكوتشينة مش محتاجينها في اي حاجة خالص. خلونا نعمل حاجة مختلفة. هناخد ورقة نحطها تحت، ورقة فوق، ورقة تحت، ورقة فوق بالشكل ده، علشان نتأكد ان مفيش فيها اي ترتيب والموضوع عشوائي بالكامل. هناخد الجزء اللي فوق هنحطه كده. خلونا نعملها مرة كمان. هناخد برضو الجزء ده هنحطه فوق كده، وخلونا نقسمهم جزئين. 1 2 3 4 5 6. ده اول جزء. تاني جزء 1 2 3 4 5 6، برضو 6 ورقات. علشان برضو نتأكد ان الموضوع عشوائي لأبعد الحدود. هننزل ورقة وناخد ورقة نحطها تحت، هننزل ورقة ورقة تانية تحت بالشكل ده لحد ما يتبقى معانا ورقة واحدة بس. ودي التوقع بتاعنا للجزء ده. طيب التوقع التاني بتاعنا هنا برضو هنعمل نفس الخطوات. هننزل ورقة نحطها تحت، ننزل ورقة نحطها تحت، علشان نتأكد ان الورقة اللي هي التوقع بتاعنا طلع فعلا عشوائي واحنا ما تدخلناش في اي حاجة خالص. دلوقتي هيتبقى معانا الجزئين دول. هناخد الجزء ده بمنتهى البساطة، هنعمله برضو بالطريقة العشوائية بتاعتنا دي، وهناخد الجزء ده نحطه فوق بالشكل ده. مرة كمان هنبتدي نعملهم بالشكل ده. مرة كمان الورق اللي بيبقى عندنا من فوق بنقلبه بالشكل ده. طيب ده اول جزء. تاني جزء هنعمل نفس الخطوات. هناخد ورقة فوق وورقة تحت بالشكل ده، وناخد الورق اللي عندنا فوق ونقلبه كده. مرة تانية هناخد الورق ونقلبه بالشكل ده. مرة كمان هناخد الورق اللي طلع عندنا ونقلبه بالشكل ده. ودلوقتي احنا خلصنا الخدعة. لاحظوا ان كل اللي عملناه هو عشوائي لأبعد الحدود. خلونا نشوف التوقع اللي كان عندنا هنا هو ايه بالظبط. رقم 1. طب خلونا نشوف تاني توقع، برضو رقم 1. بس الغريب بقى في الورق ده ان احنا لو شفناه هنلاقي ان ورقة واحدة بس هي اللي مقلوبة وسط الورق كله. وايه الورقة اللي طلعت مقلوبة عندنا؟ هي رقم 1. طيب ايه الورقة اللي عندنا هنا؟ برضو ورقة واحدة بس هي المقلوبة، ولو شفنا ايه هي هنلاقيها هي كمان رقم 1. رغم كل اللي عملناه ده الا ان التوقعين بتوعتنا اللي طلعوا بشكل عشوائي برضو جم نفس الكروت اللي كانت مقلوبة وسط الورق اللي عندنا هنا. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح على الشرح. اوكي يا شباب، وكالعاده قبل ما نروح للشرح ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت بقى واعمل لايك جميل وخلونا نبتدي. كل اللي احنا محتاجينه في الخدعه دي 4 ورقات. اختار اي 4 ورقات انت عايزهم من الكوتشينه. انا هنا مختار 4 وحيد. هتحط ورقه سودة، ورقه حمراء، ورقه سودة، ورقه حمراء، او اي ترتيب انت عايزه. بمجرد ما تفهم الخدعه بتشتغل ازاي اعمل اللي انت عايزه في الورق بتاعنا. دلوقتي عندنا الورق بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في الخدعة، هنحطه فوق خالص كده. هو اول 4 ورقات من فوق. ودلوقتي انت محتاج تفنط الكوتشينة وتفضل محافظ على ال4 ورقات بتوعتنا لسه مكانهم فوق. دلوقتي بعد ما تلخبط الكوتشينة ال4 ورقات بتوعتنا لسه فوق، هتبتدي تعد 12 ورقة. 1 2 3 4. اول 4 ورقات هما الورق اللي احنا هنستخدمه. هنكمل 5 6 7 8 9 10 11 12. بقية الكوتشينة مش محتاجينها. ودلوقتي احنا جاهزين علشان نعمل الخدعة. الخدعة دي مجموعة خطوات، ودايما لازم تظبط معاك. احفظ شوية الخطوات دي وما تقلقش، الخدعة دايما هتنفع. خلينا نشوف اول خطوة. اول خطوة هنعملها ان احنا هناخد ورقة من فوق هنحطها تحت كده بالشكل ده. هتقسم جزء من الورق فوق وجزء من الورق تحت بالشكل ده. هتاخد الجزء اللي طلع عندك فوق هتحطه فوق الورق كده. هتعملها مرة كمان. اول ورقة هتاخدها تحطها تحت، وتبتدي تاخد ورقة فوق وورقة تحت بالشكل ده. هتاخد الورق اللي طلع عندك من فوق هتحطه فوق الورق بالشكل ده. دي اول خطوة. تاني خطوة هتبتدي تقسم الورق لجزئين. 1 2 3 4 5 6. كده عندنا 6 ورقات.
تاني جزء في ايديك ما تحطوش كده، لا لازم تعده 1 2 3 4 5 6. تمام. ودلوقتي احنا عدينا مرحلة كويسة جدا من الخدعة. خلونا نكمل ونشوف الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها هتمسك اول جزء، هتحط منه ورقة تحت، وتاخد ورقة تحطها من تحت كده، تنزل ورقة على الترابيزة والورقة التانية من تحت، تنزل ورقة على الترابيزة والورقة التانية من تحت، وهكذا لحد ما يتبقى معاك ورقة واحدة بس. الورقة اللي هتتبقى معاك في الحقيقة رقم 1. طيب هنا هنعمل نفس الخطوات، هتنزل ورقة تحت وهكذا، تنزل ورقة على الترابيزة وورقة تاخدها تحطها تحت، ورقة على الترابيزة ورقة تحت، ورقة على الترابيزة وورقة تحت، لحد ما يتبقى معاك ورقة وهتبقى برضو رقم 1. طبعا في الخدعة انت بتبقى مخبي التوقعات بتاعتنا بالشكل ده، بس انت بتبقى عارف ومتوقع ان دول هيبقوا رقم 1. ودلوقتي الخدعة بتاعتنا والمرحلة الأخيرة، هتاخد الورق بالشكل ده، هتاخد اول ورقة تحطها كده، والباقيين هتبتدي تقسمهم فوق وتحت بالشكل ده. الورق اللي هيطلع عندك فوق هنا هتاخده وهتقلبه كده. هتعملها مرة كمان، هتاخد ورقة تحطها تحت ورقة فوق بالشكل ده. الورق اللي هيطلع عندك فوق هنا هتاخده وهتقلبه كده كده مرتين. وتالت مرة هتاخد برضو الورق نفس الخطوات بالظبط، بس الورق اللي هيطلع عندك هنا مش هتاخده تحطه فوق. ليه؟ لان عندك هنا دي هتبقى اخر ورقة. لو اخدت الورق ده حطيته فوق بالشكل ده هتلاقي الورقة المقلوبة هي اخر واحدة، فهتاخد اخر شوية وهتحطهم من تحت. وخليني اوضح لك الجزء ده في النقطة دي. هتاخد برضو هنا في الجزء ده نفس الخطوات، ورقة تحت ورقة فوق بالشكل ده. هياخد معاك ورقتين هنا هتاخدهم تقلبهم كده مرة كمان، ورقة فوق ورقة تحت بالشكل ده. هتبقى عندك ورقتين هتاخدهم هتقلبهم كده. اخر مرة ورقة تحت ورقة فوق كده. هتبقى معاك ورقتين، هتبقى معاك ورقة واحدة بس مقلوبة بعد ما تقلب الورقتين دول كده. بس علشان الورقة المقلوبة دي تظهر عندنا في النص، فهناخد دول الورقتين الاخير دول هنحطهم من تحت بالشكل ده. ودلوقتي مبروك، انت خلصت الخدعة. بمجرد ما تفتح الورق ده هتكتشف ان عندك ورقة واحدة بس مقلوبة في وسط الورق. وبمجرد ما تفتح الورق ده هتكتشف كمان ان انت عندك ورقة واحدة بس مقلوبة وسط الورق. الورقة المقلوبة اللي هنا اكيد هتبقى رقم 1، والورقة دي كمان رقم 1، نفس التوقعات اللي احنا كنا حاطينهم هنا. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم اللايك والشير الجميل، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.